ازيكم عاملين ايه النهارده؟ هنبدأ النهارده فيديو جميل بما ان احنا خلاص صيام العذراء النهارده اخر يوم وبنستعد للفطار، فاحنا هنعمل اكبر وليمة كفتة. عندنا النهارده 15 كيلو لحمة، طبعا لازم نفرح الناس اللي حوالينا. فمعانا هنا 15 كيلو لحمة. طبعا اللحمة لازم لحمة مفرومة وساعة. لازم تبقى ساقعة، تبقى يعني مش فكة قوي عشان لا خاطر هي تبقى ساعة. هي لازم مسقعة عندي. يعني نرمين بتحب تعمل الحوارات دي. بصوا بقى، لكل كيلو لحمة مفرومة بنحط له بصلتين مفرومين معصورين من المية، يعني ده تفل بصل. هننزل ثانية واحدة. عماد، انت كل مرة بتعمل كده وبتبهدل لنا الدنيا. بس اهو كده تمام اهو. وادي مية البصل هنركنها، هنحتاجها في التصبيع وكمان ممكن نشيلها في الفريزر لأي تتبيلة لحمة. 15 معلقة كبيرة ملح، 15 معلقة صغيرة فلفل اسود. بالراحة يا عماد عشان الريحة. لحظة انا بدوس عليه اهو بسمع منك. وهقول لكم نصيحة عشان خاطر ريحة التوابل تبقى حلوة، فلازم الفلفل الأسود نجيبه حصى ونحمصه في البيت ونطحنه، هيدينا ريحة فظيعة. هاتي جوزك يلعب معاكي. ماشي. ايه ده؟ شم واقول. انا عندي جبن ما ينفعش اشم. ماشي. ده 15 معلقة صغيرة بهارات لحمة. دي بهارات لحمة، ماشي. نزلها تحت المروحة تجيبها علينا. ماشي. معلقة ونص صغيرة جوز الطيب، 15 معلقة بيكنج باودر. يا عماد حق. المرة الوحيدة اللي قلت مش هرشرش. معانا هنا 30 معلقة كبيرة دقيق. الثقة مفيش. لا، ما انا مش هعملك زي المرة اللي فاتت. مفيش ثقة خالص. لكل كيلو لحمة بنحط معلقتين كبار دقيق و30 معلقة كبيرة نشا. هجيب من تحت شوية لحمة عشان ايه ما تطرش بس. ومعانا كيلو وربع ليا ضاني. طبعا اللي هي بتظبط الاداء، انا طبعا مقطعاها عشان لسه هفرمها تاني في الكب. ماشي. ونروح نخلط كل المكونات دول ونرجع لكم. بس كده سيبيني بقى انا اجرب حظي في الخليط ده. اوعي بلاش تعملي فلحوصه وانت اصلا مش قادره. بصوا اهو، انا كده كتفي واجعني، اعملهم. اوعي كل شويه نرمين تجيبها ولا لها ما تجيبهاش ساعه وبرضه تسقعها زي ما هي. عجين كويس، هات من تحت لفوق. عملت كده برضه اخر مره نفس القصه، تقول لي برضه اعجن من تحت لفوق وفي الاخر انا ما بكملش وبهرب. استنى، ما حطيناش الخضره. ونرمين نسيت الخضره. هنحط كبشه لكل كيلو، فانا هحط نص دول لان انا لسه في كميه تاني بتتعمل ورا. بس كده شكلها بقى حلو بامانه. بصي بتاخضر كده وبنت ناس قوي رايقه. يلا بقى ونبدا رحله التقليب. صح، ده ميه البصل انا طبعا حطيتها في التلاجة من امبارح، وحطيت لها رشه ملح ورشه فلفل اسود وحطيتها في علبه. دلوقتي بقى هحط لها ايه؟ كوبايه زيت، معلقه صغيره ملح، نص معلقه صغيره فلفل اسود. انا ما زودتش ملح وفلفل كتير عشان انا كنت حاطه لها قبل ما احطها في التلاجة. ومعلقه كبيره بابريكا، ولو مش عايزين تحطوا بابريكا ممكن تحطوا معلقه صلصه. هديها تقليبه حلوه، وده الجوس اللي انا هستخدمه في التصبيع وكمان هدهن بيه الكفته بتاعتي وانا بسويها. بصوا معايا هنا صينيه دي مدهونه زيت كويس جدا، هنركنها على جنب. وده شكل الكفته بتاعتنا بعد ما اتشمعت وفرمناها وحطيناها في التلاجة ليله كامله. فبصوا متسمغه وزي الفل. طبعا نرمين ما مش بتشتغل كده. يلا يا عماد هيوزن لنا صباع الكفته. عماد دلوقتي شغلتك على بيحارب مع النيل على دماغه. الجوانتي، انت تحبي تجيبي جوانتيات مقاسك وتقرفيني انا. على فكره انت جايبه واسع عشان انت مفتري، ده ميديوم وواسع على ايدي. يا شيخه بس ده صعب جدا، ايه التعاملات الصعبه دي؟ ماشي هنعمل صباع كفته من 60 ل 65 جرام زي العاده. 65 هي 60 انا عمري ما بتطلع 60 اصلا، دايما بتطلع بزياده. ما تحطش هنا هتحط خلاص انا ادهن ايدك، احط ايدك في الميه عشان خاطر ما دي ميه البصل. تحب تلغوص الجوانتي كل مره، انا لغوص الجوانتي كده واخد حته كده. لا مش بلغوص يا جماعه، بيسهل الدنيا من غير ما تبقى فيها تلزيق. وتوزن. اوزن لنا 60. بص 5 انا لسه الايد ما خدتش معلش. بص لا انا حقاني 65 دي 64 تمشي. بص 64 الايد لما تبقى اشتغلت بتبقى ايه؟ لا خليها 65، حطهم هنا. بصوا بقى ونبدا بقى نصبع. انا بحب صابع الكفته يبقى كبير شويه. 67 يعني. ايوه بصوا اهو. بصي يا عماد الكادر مظبوط. وبعد كده بروح شايلاها
68. ونعمه قالت لي ما حركش فيها، فانا هسمع كلام نعمه. نروح نحطها بقى في الصينيه، وبين كل واحده وواحده كده ايه ادهن ايدي بميه البصل اهو، وانا ادهن الجوانتي ولا اغوص؟ ونصبع الكميه كلها. اهم حاجه اللغوصه، ما كفته من غير لغوصه ما تنفعش. اهو بصوا اهي. يا جدعان حد نظرنا، انا كنت بجيبهم من اول مره. اهو، ونفرد الصوابع الكفته بالشكل ده ونحطه، ونروح بقى نخلص كل الكفته ونسوي ونرجع لكم. وده شكل الصاج بتاعنا، ده اول صاج خلصناه. طبعا انا هسوي على طول، مش هينفع اسيبه كده. هندهنه صح؟ الجوز بقى اللي احنا عملناه اللي هو ميه البصل هنديله بقى ايه دهنه خفيفه كده. ايوه بالشكل ده. وبعد كده هروح ادخله الفرن على اعلى درجه حراره على 250 260. هحطه في الرف الاخير 10 دقايق، وبعد كده هروح قلباه واروح مطلعاه في الرف اللي في النص. هياخد 5 دقايق كمان، وبعد كده هخرجه ولما يستوي اوريه لكم. وده شكل الكفته بعد ما استوت. شكلها حاجه كده عظمه، بالهنا والشفا على الناس اللي هتاكل. بصراحه انا عجباني جدا، وبالهنا والشفا للناس اللي هتاكل. كل سنه يا مسات، هتعيش كل شهر يا مسات، بلاش كل سنه. برافو عليك، شاطره يا رينا. يا ام كرولس عشان ما طلعتش الفيديو اللي فات بتاع المره اللي فاتت. ايوه لازم تطلعي معانا المره دي. يا عم يوسف معلش انت تطلعي معانا هنا. طول عمري بطلع معاك يا عباد. خدت ايه مني؟ ما خدتش حاجه. شاطر يا سمسم. استاذ وجدي انت ما طلعتش معانا المره اللي فاتت يا استاذ وجدي. يا استاذ وجدي اللي بتعمل استرتش. ما طلعتش معاكم فيها في الفيديو بتاع المره اللي فاتت. ما لازم اصيطك يا استاذ وجدي.